السلام عليكم متابعيني، ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. اعتذر منكم لانه كاميرتي صراحة واقفة ما اعرف شنو بيها، هسه يلا سويتها وبلشت اصور من جديد. هنا أنا عندي طحين دا اسوي كليتشتنا العراقية. هنا أنا عندي طحين صفر، حطيت 15 طاسة من هذا القياس. زين، 15 طاسة طحين، وخليت الها زبد او دهن حار من هذه عندنا هنا بتركيا. 5 طوس، يعني كل 3 طوس تخلون مقابلها طاسة دهن. تمام، او 3 قلاصات طحين مقابلها قلاص دهن. زين، وافضل الدهن لا تستخدمون الزيت، لان الزيت يخليها تكون يابسه هيك تصير مثل الحجاره. تمام. فهسه بعد ما خلطتها راح ابلش اسويها بهذه الطريقه، وبس اخلص افتفتها كلها. زين، راح اكمل وياكم باقي الخطوات. هسه راح اضيف المقادير بعد ما خلصنا. هنا أنا عندي راح اضيف ظرفين من الخمرة، يعني تقريبا 3 ملاعق خمرة مال الطعام. زين، وراح اضيف الهيل، اضيف لها هيل هيك ملعقة ونص تقريبا. زين، ونضيف نص ملعقة حبة السوداء. تمام، ونضيف شوية ملح، رشة ملح. وملعقة سكر، أو أكثر من ملعقة سكر، أكثر، يعني تقريبا 3 ملاعق سكر نضيف. هسه راح أضيف الحليب. طبعا بالمناسبة اللي تضيف حليب باودر ما يحتاج تعجن بحليب، عادي تعجن بمي، بس لأنه أنا ما عندي حليب باودر فراح أضيف حليب من هذا السائل. زين، بهالطريقة هذه، ونبدي نعجن بيها. طبعا تحب عجن هواية. المي نضيفه حسب الكمية، نعجن ونشوف. تابعيني، وهسه هاي اخذت من عندي لتر حليب. زين، ولازم تعجنوها هواية، يعني شوفوا انا ايش قد عجنتها، يعني مو رأسة تعجنوها هيك وهاي، لا تظلون تعجنون بيها هواية. زين، وبعدين من توصلون لهاي المرحلة، زين، تبدون تخلون تعجنوها بزيت، العفو بدهن اللي هو هذا مال الحمات مثل الزبد. زين، نبدي نخلي عليها وهمتين نعجن بهاي الطريقة، وهمتين نعجن بيها. تظلون تعجنون بيها هيجي لحد ما تصير عندكم عجينة حلوة. بعد ما كملتها عجن خلينا زيت، العفو هذا الدهن من جوا، وهسه من فوق عليه على الوجه شوية. راح نخلفها بنايلون ونخليها تختمر على راحتها. تابعين، وهسه هذا عندنا البيت جوز اللي كرمته بهالطريقة هاي مو كلش ناعم. راح اضيف له ملعقة هيل، ملعقة كاملة، نص ملعقة. وراح اضيف ايضا سكر مطحون، سكر باودر هيك ناعم، اضيف ملعقة ونص عليه ونخلطه. هاي للحشوة. تمام، وراح اكمل وياكم باقي المواد مثل السمسم والتمر ويعني هاي الامور. متابعيني، وهذا السمسم هم نفس الشي، هم طحنته مو كلش ناعم، يعني هيك بهذا الشكل. زين، هسه هم راح اضيف له هيل، وعندنا شكر باودر، يعني شكر مطحون. عادي تقدرون تطحنون الشكر بالبيت، انا بالنسبه لي جبت هذا هو مطحون وجاهز. هنا بعد ما اختمرت عندنا العجينة قطعناها وبدينا نفتحها بالشبك على صينية وعلى خشبة وعلى أي شيء عندكم موجود متوفر. زين،
هنا عندنا مينا يعني مستحيل ما تمد ايدها. المهم هنا نبدأ نقطعها بقوالب، او انتو عندكم مثلا ما عندكم قالب بقلاص حسب الحجم اللي انتو تريدوه. وبعدين نبدي نحشيها هنا اشكال. طبعا اكو بالقالب اكو بالايد نسويها، بس هنا لا، مالت الجوز احنا متعودين نسويها ضفيرة، يعني على شكل ضفيرة. وهاي قدامكم الطريقة مثل ما تشوفون. حشيناها جوز، هاي مالت الجوز. وبعدين نظفرها. طبعا هاي الطريقة كلش قديمة ومتوارثة، زين، يعني كل الدنيا عندنا هنا كلها بالعراق تعرفها. تمام. ويا رب تعجبكم كليشتنا مثل ما تشوفوها شكلها. هنا توتة تسوي لنا السمسم، تحشي ام السمسم. طبعا ام السمسم احنا عادة نسويها بالقوالب، يعني مثل شكل قلب، شكل سمكة، اي شي هو شنو الموجود، وردة، يعني حسب ما اعرف. زين. وايضا نحشي جوز مبروش، بس اني اليوم ما حاطة جوز مبروش، مجرد حطيت سمسم والبجوز والتمر فقط. ان شاء الله يا رب تعجبكم. متابعين، وهاي بعد ما كملناها لف مالت البجوز ودهنتها بصفار البيض وحليب، وتشككوها هيجي شوية مجرد هيك يعني. زين. وتنزلوها بالفرن. هسه راح ننزلها بالفرن واكمل وياكم باقي الخطوات. وهاي بعد ما طلعناها من الفرن، شوفوا منظرها شلون حلو. طبعا كلش حارة، كان قسمت لكم منها واحدة. هسه خليه تبرد واشوفكم همات مالت السمسم والتمر. هسه نسوي التمر مالت الكليجة. هنا عندنا خلينا دهن وسمسم حمصناه شوية، وبعدين نزلت التمر. هسه اظل احمص بيه هيجي بهالطريقة، نقلبه لحد ما يصير مثل العجينة عندنا. طبعا هنا التمر هم نضيف له هيل، ما ننسى. زين، نضيف له هيل شوية. نبدي نعجن بيه هيجي لحد ما يصير مثل العجينة عندنا. وهسه هاي راح نسوي مالت التمر هيجي. راح نفتحها بالشيبك على ميز، على خشبة، على صينية، اي شي عندكم نظيف تفتحون عليه. فتحناها هيك. هسه هذا التمر هيك راح نحطه ونفتحه بهاي الطريقة، نوزعه على التمر، على العجينة العفو كلها. هسه راح نبدي نلفها بهيك شكل. متابعين، وهاي طريقة ثانية هم مالت التمر. نجي نحطه هيك بهاي الطريقة، يعني هيك. نلفها لفتين بس، هيك. زين، ونقصها هيجي. هاي هم طريقة ثانية. قصت زيادة مالت العجين هنا.
نبدي نقصها بهاي الطريقة على زاوية ننطيها. متابعيني، وهذا شكل الكليتش النهائي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. أنا أخذت شوية بالماء حتى أشوف لكم إياها. هاي عمود التمر طبعا، وهاي عمود جوز. يا ربي أكون توفقت وياكم بهاي الوصفة اليوم، وأتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. شكرا لكم ومع السلامة.